اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا الجمال عدى الكلام. احلى لوبيا خضراء هنعملها في البيت، هنخزنها من السنه للسنه. انسي انك تشتريها تاني، خلاص هتعمليها في البيت احلى من بتاعه الشركات، بتكات وحركات احلى من بتاعه المحلات. تعالوا ما اقول لكم انا هعملها ازاي. هجيب حله واحط فيها ميه واحطها على النار. اول لما تغلي معايا هنزل عليها بليمونه. طبعا الاول انا جبت اللوبيا دي انا جبتها على مرتين. اول مره نزلت فيها السوق ما كانش حد فارش في السوق خالص غير الست دي بس، هي اللي كان معاها لوبيا، وكان معاها حوالي 6 كيلو بالظبط من اللوبيا. ما كانش معاها اكتر من كده لان خلاص اللوبيا ماشيه بتودع خلاص، فما كانش حد خالص في السوق فارش بلوبيا خالص. حتى اللوبيا اكترها بدات تحمر من جوه كده، فما كانش حد فارش خالص غير الست دي بس. فجبت منها 6 كيلو من اللوبيا، وتاني مرة نزلت جبت 6 كيلو من اللوبيا كمان، بس بعديها بحوالي يومين او 3. دلوقتي عملنا ايه؟ جيت اول مرة كده جبت اللوبيا. طبعا كلنا عارفين بنقطع اللوبيا ازاي ونفرفطها ازاي. بعد ما قطعتها وفرفطتها غسلتها كويس جدا. بعد كده جبت حلة وحطيت فيها مية وحطيتها على النار، واول لما غلت معايا نزلت عليها بليمونة. بعد كده نزلت عليها باللوبيا، طبعا غسلت اللوبيا الاول. بعد كده اول ما تاخد غلوتين معايا مش اكتر من كده ببدأ اصفيها. بعد ما صفيتها فتحت عليها المية حوالي دقيقتين او 5 دقايق زي ما انتوا عايزين، وبعد كده بسيبها تتصفى خالص في المصفى. وبعد كده بجيب اطباق دي اكبر اطباق موجودة عند الراجل، وبحط عليها اكياس من التخزين، وبعد كده بحط عليها اللوبيا. طبعا اللوبيا دي اول 6 كيلو انا عاملاهم في 6 اطباق، يعني كل طبق كيلو. ليه؟ علشان رمضان. اولا رمضان بتاكلي فيه اقل من الايام العادية، هو وجبة الفطار بس، ومش بتاكلي فيها كتير. دي اول حاجة. تاني حاجة علشان زي ما قلت لكم قبل كده ليا اخوات مسافرين واخ تاني داخل الجيش كده، فهنكون 4 افراد بس، فما شاء الله الطبق هيكون حلو جدا اللي هو الكيلو على 4 افراد. طبعا الاطباق دي كلها مش هعملها في رمضان، ممكن اعمل طبقين بس، طبقين بعد رمضان، معهم نوع خضار تاني. عايزه اقول لكم ايتن بنتي مش بترتاح فيها قوي، يعني ممكن تاكل منها بس ما بترتاحش فيها قوي. بصوا ما شاء الله طبق مليان. زي ما قلت لكم ايتن بنتي ما بترتاحش فيها قوي، فممكن اعمل اي نوع خضار تاني جنبها. وفي رمضان برضو ما شاء الله هيكون كيلو حلو جدا على اساس ان هي وجبة فطار بس، فممكن اعمل في رمضان جنبها اي نوع خضار تاني. علشان ايتن بنتي مش بتحب اللوبيا، ممكن تاكل منها معلقه بس فقط لا غير. فنوع الخضار ده ما شاء الله هيكون كيلو كده في الطبق، مع نوع خضار تاني هيكون حلو جدا. يعني الخضار ده هيكون على 3 افراد، مع نوع خضار تاني هيكون كويس جدا ان انت تفطري بيه، مش اكتر من كده، علشان مش حاجه تتبقى وحاجه تترمي. فممكن اعمل طبق في اول رمضان وفي اخر رمضان كده. يعني من ال6 كيلو اللي انا عملتهم في 6 اطباق في اول الفيديو، هعمل منهم طبق في اول رمضان مع نوع خضار تاني علشان خاطر ايتن واحنا برضو هناكل منه، وطبق برضو في اخر رمضان كده مع نوع خضار تاني. وزي ما قلت لكم الاطباق التانية بقى اللي انا عاملاها اللي هم 4 اطباق برضو 6 كيلو، يبقى انا كده عملت 12 كيلو من اللوبيا. ال6 كيلو التانيين اللي انا عملتهم في 4 اطباق دول عاملاهم للايام العادية، وهعمل معاهم نوع خضار تاني علشان خاطر ايتن، وهيكفوا 3 افراد هنتغدى منهم لاننا احنا اصلا بنحب الخضار كتير. عايزه اقول لكم ان انا النهارده عامله والله العظيم لوبيا خضراء، بس انا شارياها من السوق، عامله 2 كيلو ونص على قد 5 افراد، وعامله نوع خضار تاني علشان خاطر ايتن، وعامله 2 كيلو ونص بس. طبعا بعد كده هنبقى 3 افراد بس، فهعمل كيلو ونص حلو جدا في الطبق، واعمل نوع خضار تاني لايتن بس. خزنت 12 كيلو من اللوبيا الخضراء. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا كل واحد بيخزن زي ما هو عايز في الكميه. ما تنسوش تعملوا لايك، اهم حاجه يا حبايب.